الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نقولها ونعمل بمقتضاها، وندخرها بيوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى كل من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. لا يجوز لعبد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يرفع نفسه على حساب الآخرين. الخافض الرافع هو الله سبحانه وتعالى، بيده القسط يخفض ويرفع، ومحاولة إظهار النفس أمام الغير أو باحتقار الآخرين فهذا دليل شؤم على فساد السرائر، ومما عمت به البلوى وتساهل فيه كثير من الناس اليوم النميمة. وما أدراك ما النميمة؟ التي هي من الأخلاق الساقطة الهابطة، ومعناها نقل الحديث بين الناس، بين الناس للإفساد بينهم. إذن أيها الإخوة، النمام يعمل جاسوسا للشيطان بدون مقابل. النمام يعمل جاسوسا للشيطان مجانا. فإذا كان الشيطان يريد أن يوقع العداوة والبغضاء بين المسلمين، فالنمام وصاحب النميمة هو ذراعه بذلك، وسهمه الصائب عجال المضمار، فهو إذا جند من جنود إبليس عليه اللعائن من الله سبحانه وتعالى. وعليه فكم من دماء سفكت بسبب مشاية جائرة، وكم من بيوت آمنة انهارت على أصحابها بسبب دعاية باطلة، وكم من أرحام قطعت بسبب كلمة فاشلة غادرة. ولهذا أيها الإخوة، اعتبر القرآن الكريم اعتبر النميمة من أشد من القتل وأكبر من القتل. إذن أيها الإخوة، النميمة
كبيرة من الكبائر، وهي حرام بإجماع المسلمين، وقد تظاهرت في تحريمها النصوص في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. واقرأوا إن شئتم قوله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. والزنيم أيها الإخوة كما قال عبد الله بن مبارك رحمة الله عليه: الزنيم هو ولد الزنا الذي لا يكتم الحديث. قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة. والهماز هو النمام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، وفي رواية فتاك يفتت بين الناس. روي الإخوة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نسلك هذه النصوص في قلوب مؤمنة راضية بالله سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كنا نمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فمر على قبرين فقام عليه الصلاة والسلام فقمنا معه، فجعل لونه يتغير عليه الصلاة والسلام حتى رعد قميص كمه أو كم قميصه. الصحابي الرسول الصادق عندما مر على هذين القبرين تلون له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ارتعد حتى الكم القميص تبعه يتحرك. فقلنا: ذلك يا رسول الله؟ مش قالوا عليه الصلاة والسلام؟ قالوا: ألا تسمعون ما أسمع؟ قالوا: ما ذلك يا نبي الله؟ قال: هذان قبران يعذبان في قبرهما عذابا شديدا في ذنب هين. قلنا: وما هو يا رسول الله؟ قال: أحدهما كان لا يستبرئ من البول، يقول قد خاض ولا ثيابه وما يطهرش روحه، وتعلم من أن الإسلام دين الله وديننا الله. فهذا شاهده الرسول صلى الله عليه وسلم يعذب في قبره عذابا شديدا. أما الآخر فكان يؤذي الناس بلسانه ويمشي بينهم بالنميمة. تأملوا هذا الخطر، تأملوا هذا الخطر معشر المؤمنين والمؤمنات. لقد تطورت أساليب النميمة في عصرنا هذا، تطورت أساليب النميمة في عصرنا هذا، فوسائل الإعلام تبث سمومها وفتنها في المجتمعات. فكم الحروب وقعت بسبب وسائل الإعلام بوسائل كاذبة، وعن طريق الهواتف هذه التي اخترعها الإنسان، وعن طريق هذه التقنيات الحديثة. تأملوا معشر المؤمنين خطر هذه الخصلة الذميمة القبيحة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: خيار عباد الله هم الخيار، خيار عباد الله إذا رؤوا ذكر الله. مؤمنون يشبههم الناس يفكرون بذكر رب سبحانه. وشرار خلق الله النمامون المفرقون بين الأحبة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الأسباب الدافعة لهذه الخصلة الذميمة كثيرة وكثيرة، أذكر منها شيئين اثنين. الأول أيها الإخوة، سبب النميمة هو الفساد السريع وظلمتها وسوء طويتها. والأمر الثاني هو الحقد الدفين. فشر أن المال عظيم وخطير، فينبغي أن يتقى. والحديث يقول عليه الصلاة والسلام في حديثه: من حمى المؤمن من المنافق أو الخير الله، من حمى مؤمن من منافق بعث الله ملكا يوم القيامة يحمي ناره من نار جهنم. من حمى مؤمنا من منافق بعث الله يوم القيامة ملكا يحمي ناره من نار جهنم.
صدق المصطفى صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم واستغفروه إنه غفور رحيم. وصلى الله وبارك على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، ألا إن أفضل ما يوصي به المؤمن عبد أخاه المؤمن تقوى الله عز وجل في سركم وفي علانيتكم وفي عيدكم وفي نهاركم، فيا فوز المتقين إن شاء الله. ذات يوم كما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما صعد النبي منه ورفع صوته عليه الصلاة والسلام قائلا: يا معشر من آمن بلسانه أو أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في عقر داره أو بعقر أهله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم نظر ابن عمر رضي الله تعالى عنه إلى الكعبة المشرفة شرفها الله سبحانه وتعالى، نظر إليها وقال: ما أعظمك، ما أعظمك وما أعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. فيا أيها المسلم إذا عرفت هذا الخطر فكن على حذر منه، ولا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهرنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق والرياء والحسد والكبر والبغضاء، وطهر ألسنتنا من الغيبة والنميمة وشهادة الزور والكذب، وطهر فروجنا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وطهر بطوننا من أكل الحرام والسحت يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان